السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال أولى إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده هنحل مع بعض امتحان محافظة سوهاج رقم 19. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو وشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1: أمامك خريطة صماء لقارة إفريقيا، اكتب مدلول الأرقام الآتية. رقم 1 يا أبطال على الخريطة هو مسطح مائي المحيط الهندي. أولى الدول الإفريقية جذبا للسكان، والسؤال ده برضو اتكرر كتير في الامتحانات على الخريطة، هي دولة جنوب إفريقيا. دولة يوجد بها صناعة تحويلية ثقيلة، دولة الجزائر. من أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية هي مصر. معظم أسئلة الخريطة متكررة يا أبطال في امتحانات المحافظات السنة اللي فاتت، فاللي مذاكرته ملمش فيها المنهج كويس لو حل المحافظات بأمر الله يكون داخل ومقفل المادة. 5 دائرة عرض في جنوب إفريقيا يبقى ايه؟ مدار الجدي. ما النتائج المترتبة على قيام محمد علي ببناء أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية في مدينة كسلة؟ أدى ذلك إلى توجه السكان من المناطق المجاورة للإقامة فيها، فأصبحت من أهم المدن في شرق السودان. ما النتائج المترتبة على ممارسة الصيد غير القانوني للأسماك في إفريقيا؟ السؤال ده يا حبايبي هام جدا بيتكرر كتير. ممارسة الصيد غير القانوني للأسماك في إفريقيا ترتب عليه إيه؟ ترتب على الصيد غير القانوني للأسماك في قارة إفريقيا، ترتب على ذلك مشكلة استنزاف المصايد البحرية وانخفاض المخزون السمكي، وبالتالي تدهور الموائل البحرية. تاني يا أبطال هقول ترتب على ذلك مشكلة استنزاف المصايد البحرية وانخفاض المخزون السمكي، وبالتالي تدهور الموائل البحرية. من المعادن اختر من المعادن النفيسة في قارة إفريقيا يدخل في صناعة الإلكترونيات هو الذهب. تأسس الحزب الوطني في مصر على يد الحزب الوطني 1907 يبقى مصطفى كامل. برضو السؤال ده من الأسئلة اللي بتتكرر كتير. تم تقسيم السودان إلى 5 مديريات تتبع وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة على يد مين؟ سعيد باشا. قام بإعلان مبدأ حق كل شعب في تقرير مصيره، كان الرئيس الأمريكي مين؟ ويلسون. أي من الدول الآتية بتحتل المركز الأول إفريقيا في الإنفاق على البحوث الزراعية والتطوير الزراعي؟ هي إيه أبطال؟ مصر، بما تفسر وجود هجرات خارجية من قارة إفريقيا. أسباب الهجرة يا أبطال برضو من الأسئلة المهمة وبتتكرر كتير. هقول البحث عن فرص عمل أفضل وتحسين مستوى المعيشة، البحث عن فرص تعليمية أفضل، عدم الاستقرار السياسي والحروب. تعاني إفريقيا من انخفاض حركة السياحة، برضو السؤال دوت مهم جدا 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 يتكرر كتير. ليه أفريقيا أو سبب إفريقيا إنها بتعاني من انخفاض حركة السياحة؟ ل5 أسباب: بسبب الظروف المناخية السيئة في عديد من دول القارة، كثرة الأمراض والأوبئة المتوطنة في بعض المناطق، ضعف شبكة النقل والمواصلات والبنية التحتية، تعرض بعض الدول للأزمات والنزاعات عسكرية وسياسية، تحدث الكثير من السكان المحليين في إفريقيا لهجات محلية ولا يجدون اللغة الإنجليزية. اكتب كلمة صواب أو خطأ مع التصويب. من الدول الإفريقية التي تنتشر بها اللغة الفرنسية؟ دولتي رواندا والكاميرون. العبارة ايه أبطال؟ صحيحة. تعتبر جزيرة الجفتون بدولة مصر من الجزر ذات الشهرة السياحية العالمية؟ العبارة صحيحة. شكل الزعيم سعد زغلول عام 1919 وفدا للسفر لمؤتمر الصلح في لندن؟ العبارة خطأ، كان مؤتمر الصلح فين؟ في باريس. نجحت الحملات والرحلات الاستكشافية التي أرسلها الخديوي إسماعيل من الوصول إلى بحيرة فيكتوريا؟ العبارة صحيحة. ما الأثر الناتج عن اجتياح الجراد الصحراوي لشرق إفريقيا عام 2020؟ مشكلات الزراعة يا أبطال برضو هي كمان بتتكرر كتير في الامتحانات، لازم يجي سؤال عليها في أي نقطة فيها.
ما بيجيش مباشرة ان هو ايه هي مشكلات الزراعة، لا بيجيب لك في اي نقطة من المشكلات سؤال فيها. فسؤالنا هنا بيقول ايه اللي ترتب على اجتياح الجراد في عام 2020؟ هقول ترتب على ذلك تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية كما حدث في شرق أفريقيا في عام 2020. ما الأثر الناتج عن قيام محمد علي بحملة إلى السودان عام 1838؟ أدى ذلك إلى نجاح محمد علي في الوصول لمناجم الذهب في مدينة دنقلة، وأمر محمد علي في هذه الحملة بإلغاء تجارة الرقيق. أولى الدول الإفريقية في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية. المزارع السمكية مصر. طيب لو قال لي المصايد الطبيعية، لأن دايما بيكرر المصايد الطبيعية والمزارع السمكية، المصايد الطبيعية أبطال هتبقى مين؟ المغرب. أما لما يقول لي المزارع السمكية هقول له مصر. تأتي دولة إيه في المرتبة الأولى عالميا وإفريقيا من حيث معدل المواليد؟ دولة النيجر. أقام سعيد باشا معسكر على نهر الصباط للقضاء على تجارة الرقيق. يقع مطار كيب تاون في دولة جنوب إفريقيا. قامت مصر بإنشاء 10 مناطق اقتصادية، منها المنطقة الاقتصادية فين؟ في شمال غرب خليج السويس. هقول كده شمال غرب خليج السويس. اكتب استخدام كل من اليورانيوم والفوسفات. اليورانيوم بيستخدم في إنتاج الطاقة النووية، أما الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة والمنظفات.